الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي احتجب عن الأبصار بجلاله ورأته القلوب بروعة جماله، فعلم المؤمنون أن أعظم النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله حليم لا يعجل، ستير لا يفضح، غني لا يفتقر، قوي لا يضعف. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد عصاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرجو سواك. وأشهد أن محمدًا رسول الله. سيدي يا رسول الله، يا بائعا في أرض طيبة عنبرة، بجوار أحمد لا تبيع العنبرة. إن الصلاة على النبي وآله يجدو بها من شاء أن يتعطر، صلوا عليه وسلموا تسليما. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام قد اهتم بالسنين والأيام، واهتم بالشهور والساعات، فقال ربكم بعد أن توحدوه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إياك أيها المسلم أن تعتقد أن الأيام تمر ولا قيمة لها، وأن الأعمار تمر ولا قيمة لها، وأن الشهور تمر عليك وأنت تحسب من عمرك. هذا ما فعله الخائبون يوم القيامة حينما يعرضون على الله بعد أن توحدوه فيسألهم، يقول لهم الله: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. سنين عمرك دي كلها. الإنسان العاصي يوم القيامة الداخل إلى النار، اللهم نجنا من النار، الله يسأله: كم لبثت؟ أنت عشت في الأرض كام؟ العمر بتاعك كام؟ ماذا قدمت من العمل؟ يقول: لبثت يوما أو بعض يوم. لذلك الله عز وجل خلق كل شيء وفصله تفصيلا، وخلق كل شيء وقدره تقديرا. لذلك أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق الأزمان وفضل بعضها على بعض، فخلق الشهور وفضل من الشهور 4 حرم، وخلق الحرم وفضل على الشهور شهر رمضان، وخلق الأيام وفضل عليها يوم الجمعة، وخلق يوم الجمعة وفضل فيه ساعة هي ساعة الإجابة، وخلق البشر وفضل عليهم الأنبياء، وخلق الأنبياء وفضل على الأنبياء أولي العزم 5، وخلق أولي العزم 5 وفضل عليهم الحبيب والبخيل من لم يصلي عليه، فضل عليهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك وقد بدأنا سباق رجب الذي هو شهر الزرع، كما يقول الإمام أبو بكر القادري: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا،
ورمضان شهر الحصاد. اللهم بلغنا جمعا رمضان يا رب العالمين. لذلك اسمعوا إلى ما يقوله الكريم في القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الله هنا في التوبة في سورة القتال يقول لنا أن الشهور التي خلقها الله 12 شهرا في القرآن وفي كتاب الله منها 4 حرم. لم يقل الله على 4 الحرم في القرآن ولم يسميها، فجاء الدور على النور بعد أن تصلوا عليه. واعرف قاعدة: ما أبهمه القرآن أوضحه الحبيب العدناني في السنة المطهرة. الشيء اللي انت ما تفهموش في القرآن اجري على سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك. فأسألك يا سيدي يا رسول الله أن توضح لنا ما هي 4 الحرام، فصلوا على سيدنا رسول الله. أخذكم جميعا إلى أجمل مكان في الأرض بعد الكعبة وبعد الحجرة المباركة. أخذكم جميعا الآن إلى جبل عرفات القابع هناك في مكة. اللهم اجمعنا على جبل عرفات عاجلا غير آجل يا رب العالمين. بالتحديد في الحجة الوحيدة التي حجها سيدي رسول الله، الحجة الوحيدة حجة الوداع، وقف النور على جبل الأنوار. سيدنا النبي يقف على جبل عرفات. ماذا قال ليوضح هذه الآية؟ قال الحبيب واقفا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ثم قال الحبيب: ورجب الفرد الذي هو بين جمادى وشعبان. لذلك سيدنا النبي بيعرفنا إن 4 أشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه 3 متواليات أي متتابعات خلف بعضهم. أما الشهر الفرد يا سيدي قال شهر رجب. لذلك كان لزاما علينا اليوم أن نتحدث عن شهر الله الحرام رجب. معنى رجب في اللغة العربية، رجب في لسان ابن منظور في لسان العرب قال أن كلمة رجب معناها عظم أي من التعظيم. لذلك سأخذكم إلى قبل الإسلام. تعال نتكلم عن شهر رجب، كيف كان يتعامل معه العرب في الجاهلية أثناء الكفر قبل الإسلام. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رجب كان ذا قيمة عند العرب في الجاهلية، فوجب علينا أن يكون هذا الشهر الحرام وكل الأشهر الحرام تكون ذات قيمة عندنا نحن الموحدون بعد أن توحدوا الواحد. العرب كانوا يسمونه رجب مضر، وكانوا يسمونه منصل الأسنة، وكانوا يسمونه شهر الله. كيف هذا؟ العرب قبل الجاهلية كانوا يعظموا هذا الشهر تعظيم كبير جدا جدا جدا، مع أنهم كانوا يقعون في شركيات على شركهم فوحدوا الواحد. كانوا بيسموه شهر منصل الأسنة، أي إذا حل شهر رجب كان الواحد إذا كان عنده ثأر، اللي عليه ثأر كان يهرب في الصحاري والبراري. واحد قاتل واحد يهرب في البلاد علشان ما حدش يمسه. فإذا حل شهر رجب كان يعود إلى الكعبة ويطوف حول الكعبة، وكان أهل القتيل يرون قاتل ابنهم أو أخيهم
وكانوا لا يقربونه تعظيما وإجلالا وتقديرا لهذا الشهر الحرام. كانوا بيسموه منصر الأسنة، أي لا يسمع إلى صوت أسنة السيوف فيه. ولكن لما جاء الإسلام حرم الكثير في هذا الشهر. كان العرب في الجاهلية يتعدون حدود الله. اسمعوا، الله يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قبيلتين أقوياء بيتقاتلوا، فالمفروض إن يجي في شهر رجب ويوقفوا القتال، فكان يجي شهر رجب عايزين يقتتلوا فيزود القتال، يقول لك لا احنا نأجل شهر رجب كمان شهر. كانوا بيعملوا حاجة اسمها النسيء. ربنا بيقول لهم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. شوف على كفرهم كمان كانوا ضالين. كانوا بيختصوا شهر رجب زي ما كتير من الناس فينا احنا المسلمين الآن بتختص من شهر رجب أعمال في هذا الشهر. فمن الناس بعد أن توحدوا الواحد كانوا يذبحون في شهر رجب، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. لذلك كان أهل الجاهلية في العرب قبل الإسلام يجوا في شهر رجب ويعتمروا بالأخص في شهر رجب. ما هو العمرة والحج كانت موجودة قبل سيدنا النبي، بل والبخيل من لم يصلي عليه. العرب يجوا في شهر رجب قبل الإسلام ويخصصوا عمرة يسمونها العمرة الرجبية. سيدنا النبي ما قالش الكلام ده. لما جاء الإسلام: العمرة في أي وقت من أوقات السنة جائزة ومستحبة، لكن الحبيب أورد فيما صح عنه أجمل عمرة مين؟ عمرة رمضان. قال: أسعد الخلق عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يعني اللي يعتمر في رمضان وربنا يقبل العمرة بتاعته كأنه حج مع سيدي وسيدك وتجراسي وتجراسك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء في العمرة. كانوا بيذبحوا في شهر رجب في الصيفة، وكانوا يسمون الذبيحة العتيرة. احفظ هذا المسمى. فجاء الحبيب والبخيل من لم يصلي على حضرته وقال: لا فرع ولا عتير. يعني سيدنا النبي حرم إن هم كانوا بيذبحوا تقربا إلى الآلهة. يا عم أنت عايز تذبح في أي وقت من الأوقات تقربا إلى الواحد الديان بعد أن توحدوه اذبح. إنما هم كانوا بيذبحوا تقربا إلى من؟ إلى الآلهة. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجوا في شهر رجب ويخصصوا عبادات معينة. يجوا في شهر رجب ويقف رجل يسمى القلمس. الاسم ده اسم غريب شوية. الرجل كان عنده فتوة وعنده قوة، يقف في وسط الناس ويقول وهو كافر بالله بعد أن توحد الواحد، يقول: أنا الذي لا يرد لي قضاء أحل لكم هذا الشهر الحرام وأحرمه عليكم في العام القادم. فقال الله وهو يرد عليه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ده ربنا رد عليه بذات نفسه. حتى أن الكفار قبل أن يسلموا، اسمع، آخر غزوة كانت لسيدك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة حنين. سيدنا النبي أرسل سرية بقيادة المقاتل المسلم الموحد عبد الله بن جحش. سيدنا وسيدك عبد الله بن جحش صاحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ بهذه السرية تعاركت مع المشركين، فالسرية المسلمة قتلت منهم رجلا ذا عزة وأسرت منهم أناس. الكلام ده كان امتى؟ كان في شهر رجب. اسمع وصلي على سيدنا النبي. الكفار لما اتغلبوا قالوا: إن في دين محمد ما ينص على أن رجب شهر حرام لا قتال فيه. شوف لما يتغلبوا هم يرجعوا للقرآن. أنتوا أصلا مش مؤمنين بالقرآن، إيش معنى رجعتوا دلوقتي؟ راحوا لسيدنا النبي وهم زعلانين منه: يا محمد
مش انت قلت في دينك ان الاشهر الحرام القتال فيها محرم؟ انتوا قتلتوا من عندنا رجل واسرتوا ناس. الصحابة زعلوا لأنهم كده خلفوا أمر الله. فهل يترك الله بعد أن توحدوه صحابة رسول الله بدون أن يسري على قلوبهم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ده مش بس كده، ده ربنا عز وجل علشان يعلي من قيمة المسلمين الموحدين المجاهدين، وربنا يقول لهم انتوا على الحق لان انتوا ماشيين في طريقي. اسمع: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. يعني لو هم جولك المشركين يا محمد وقالوا لك ده شهر حرام وانت قتلتنا فيه يبقى انت بتخالف الدين. لا، خذ النص القرآني. لو جو سألوك عن الشهر الحرام هل فيه قتال؟ قل لا، ده فيه قتال كبير. لذلك وجب على المسلم أن يعظم حرمة هذا الشهر، وهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر العظيم لي ولكم فاستغفروه فقد أفلح المستغفرون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كان المشركون قبل الإسلام يعظمون هذا الشهر. رجل اسمه ضبة بن أد، اسمه كده. الرجل ده أنجب غلامين جميلين، سمى الكبير سعد والأخير سعيد. عنده ابن اسمه سعد وسعيد. كبر الشابان، الاثنين كبروا، فألبسهما ثيابا جميلة. سعيد ده كان شكله جميل جدا، فلبسوا ثياب جميلة جدا. سعيد يسير في البراري، ماشي في الصحراء، فقابل سعيد رجلا قاتلا. سعيد قبل واحد سفاح، فالرجل السفاح لما لقي سعيد لابس لبس جميل، هذا قبل الإسلام، فقتل سعيدا، ذبح سعيد وارتدى الثياب. اسمعوا إلى تعظيم، أنا عايز أدخل كل ده على تعظيم الكفار للشهر، مش تعظيم نحن الموحدين بعد أن توحدوا الواحد. فقتل سعيد. تدور الأيام والظلم ظلمات، ويأتي هذا القاتل ليطوف حول الكعبة. الأيام بتمر والقاتل بيطوف حول الكعبة وهو بيرتدي الجلباب بتاع المقتول. فإذ بضبة بن أد، الرجل بقى اللي هو الأب، يقابل هذا القاتل وهو يطوف حول الكعبة بعد سنة. فوقف هذا الرجل، اسمعوا إلى الذكاء، قال: من أي مكان اشتريت هذا الجلباب الجميل؟ أنت اشتريته منين؟ الرجل القاتل ده واحد بلطجي مش همه. فقال: هذا الجلباب كان يرتديه شابا وقتلته، ثم أعجبني هذا الثوب فأخذته. شوفوا الظلم، أنا لبست الثياب ده. فقال: وبأي شيء قتلته يا أخ العرب؟ أنت قتلته بإيه؟ قال: قتلته بسيفي هذا الذي هو في غندي، يعني قتلته بالسيف اللي أنا معايا ده. الرجل يقول له إيه؟ شوف عشان نعرف. فقال: أرني هذا السيف البطار القاطع، إنك قد صنعته بيديك. قال: نعم. خد السيف وقتل. العرب وأهل هذا الرجل عابوا عليه أنه قتله في الحرم في الشهر الحرام. العرب حتى الرجل أخذه حنق، يعني غضب ان ده قتل ابنه خد. فضلوا أهله يقولوا له: أنت قتلته ليه؟ هذا شهر رجب. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذا الشهر أو في الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ماذا قال أيضا؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أهم آية في هذه الآية، أهم قطعة، أهم كلمات: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الواجب اللي علينا احنا، اللي أنا عايز أقوله،
فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول الحبيب والبخيل من لم يصلي عليه: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أشكاله كتير، الظلم أشكاله كتير جدا، وفي أشكال ظاهرة للناس وفي أشكال مش ظاهرة للناس، وأنت ممكن تكون واقع في ظلم لكن أنت لا تدري. فمن الممكن أن يظلم الأب أبناءه، ومن الممكن أن يظلم الأبناء أباهم. ممكن الأب يعق أولاده وممكن الأولاد يعقوا أباهم. فربنا بيقول لك: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ممكن الحما في البيت تظلم زوجة من زوجات ولادها. تلاقي بيت فيه 5 6 متجوزين، بتعامل 2 حلوين و3 وحشين، عندها 2 بتعامل واحدة كويس وواحدة لا. أقول لها: الظلم ظلمات يوم القيامة. لماذا؟ أنت تعتقدين أنك حينما تعاملينها بشدة وتعاملين الثانية برأفة أنك بذلك تعملين على ثبات البيت. هذا لا، هذا حرمه الله عز وجل. الله عز وجل قل من أسماء ربنا ما شئت، لكن ربنا يقول لك إيه؟ يا عبادي اسمعوا وعوا ووحدوا الواحد. يا عبادي إني حرمت الظلم على إيه؟ على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إياك والظلم. العقوق يجب أن ننبه، لأن العقوق ظلم كبير. يقول الحبيب والبخيل من لم يصلي على حضرته. كله بالدليل. سيدك النبي تلاقي ابن بيعق أبوه السنة دي في 2025 في نفس السن اللي انت عقيت فيه أبوك بعد 20 سنة. ربنا هيدي لك ابن هيعقك وانت برضه كبير في نفس سن أبيك. لذلك يقول الحبيب صلوا عليه، حديث رائع، حديث جميل. يقول الحبيب: عقوبتان لا يؤخرهما الله ليوم القيامة. عندنا عقوبتين في الإسلام، الشواهد كتير جدا في كل مكان. ربنا ما يسيبهمش أبدا ليوم القيامة، ما يقتصش، لا ده يعجل القصاص في الدنيا. قال الحبيب: عقوبتان لا يؤخرهما الله ليوم القيامة. قالوا: من يا رسول الله؟ قل لنا هم ايه؟ قال: الظلم والعقوق، وفي لفظ البغي والعقوق. الظلم ان انت تصاحب واحد مش من قيمتك، ان انت تصاحب واحد يسيء اليك، الظلم. لذلك سيدك النبي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ انما المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخالف. بنات الشباب، شاب بيصلي وملتزم الاقيه ماشي مع واحد مش كويس. لماذا؟ يقول لك اصل انا ماشي معاه عشان يجره للصلاه وللصلاح. العكس بيحصل، هو بيجرك للرذيله مش انت اللي بتجره للصلاح. لذلك فلا تظلموا فيهن انفسكم. لذلك الناس في البيوت تخلي بالها على ابنائها الصغار وعلى بناتها، وكل انسان يبص ويشوف هو ابنه مصاحب مين، هو ابنه ماشي مع مين، هو مين بيجر مين. الصاحب ساحب احبتي في الله. لذلك فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما عن العبادات التي يختصها الناس في هذا الشهر، الناس تختص زيارة القبور. يقول لك طلعت رجب، يقول لك هنزور القبور في رجب، أو نصوم في رجب، أو نتصدق في رجب، أو نعمل عمرة في رجب. أي عمل صالح. ما بنقولش للناس إن هذا حرام، لكن بنقول للناس ونوعيهم أنه لم يرد عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ينص على أي شيء في رجب. إنما الظاهر أن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة في رجب وفي غير رجب. وما أحل شهر رجب أو ما حرم شهر رجب إلا كمقدمة للشهر القادم، شهر شعبان، الذي كان يكثر الحبيب صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه ومن التقرب إلى الله تعالى فيه، لأنه مدخل إلى شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا ورد غائبنا واحفظ مصرنا
اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا اللهم أصلح أحوالنا وتولى أمرنا. اللهم عاف مبتلانا، استرنا يا ستير، ارحمنا يا رحيم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وانزع الغل والحقد من صدورنا. اللهم تقبل منا واقبلنا وتب علينا توبة ترضيك عنا. بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم يا ربنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل لكتابك وشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. وهيئ لنا حسن خاتمة ثم اقبضنا عليها يا رب العالمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.